جرأهم على الانتقاض والخروج والتمرد. والشاهد على ذلك يقول: أنتم تجدون أن جملة من حركات المرتدين على الخلافة، مو المرتدين على الزكاة، لا، هذه كانت من أساليب التي قامت بها الخلافة أو الحكومة بعد رسول الله، عنونت هؤلاء بعنوان أنهم ماذا؟ ماذا مولانا؟ مرتدين يعني شنو؟ يعني لا يريدون أن يدفعوا الزكاة، مع أن هؤلاء كان ارتدادهم أنه لا يقبلون الحكم السياسي، مو لا يقبلون الحكم الشرعي لرسول الله، ولكن استطاعت السلطة أن تعنونهم. مثل ما الآن عندنا أعزائي الحكومات الآن من تأتي معارضة مباشرة يتهمونها بماذا؟ يقول هذول خارجين مولانا، عملاء مرتبطين بجهات أجنبية مولانا، بمجرد يعارضونه. نفس هذا العمل. ومع الأسف الشديد إلى الآن لم تدرس ظاهرة الارتداد بعد السقيفة كدراسة علمية موضوعية. هؤلاء ارتدادهم، العلامة العلايلي يقول هذا الارتداد لم يكن ارتدادا على الأحكام الشرعية، وإنما كان ارتدادا على ماذا؟ على الحكم السياسي الذي وقع. يقول: وربما شهد له أن ارتداد العرب كان بعد يوم السقيفة ب10 أيام، مو أكثر من ذلك. هذا خير شاهد على أن الارتداد لم يكن ارتدادا دينيا، وإنما كان ارتدادا ماذا؟ سياسيا، وعدم قبول بالسلطة الحاكمة. التفتوا لي جيدا.